تخيل تعمل كامبين البطل بتاعها محدش يعرفه، السلوجان بتاعك تقريبا بتشتم العميل، وبالرغم من كل ده تبقى من انجح الكامبينز اللي نزلت في مصر. انا سامح ودي حلقه جديده من سلسله يوم الثلاث، والنهارده معانا كامبين ايجي بانك. لما تيجي تتفرج على اعلانات البنوك فتلاقي اغلبها في الوقت ده في 2017 لما نزلت الكامبين هتلاقي كلها مأثر عليها طابع الفورمال. اول ريسك اتاخد من ايجي بانك والكرييتيفز اللي اشتغلوا على الاعلان انهم يقلعوا البدل. نجرب نعمل اعلان لبنك من غير قميص والياقه بل نلبس كروكس عادي. بس الريسك الاكبر ما كانش، الريسك الاكبر كان في السلوجن والتريتمنت بتاعت الاعلانات. ان انت تبني الكامبين كلها على سلوجن انت محدش بيعمل لك حساب احنا عملنا لك بنك، وتستخدم فكره محدش بيعمل لك حساب وتبقى دي البين بوينت، او ده نوع الابروتش اللي هتدخل فيه للتارجت اودينس اللي هم الشباب، ده ريسك جدا. لان انت مش بس اختلفت عن فكره البنوك وانك انت تعمل اعلان كوميدي، تعمل سلوجن وكامبين بتقول للعميل بشكل دايركت ان هو مش مهم، ان هو محدش شايفه، ان هو محدش مهتم بيه، ان هو ليترلي بيتهان. فانت بالظبط على شعره، وده حل اي حاجه كرييتيف بتتعمل في الدنيا. يا اما الناس تضحك وتجيب معاها الفكره، يا اما يحسوا باهانه وساعتها تقول يا ارض الشقي وبلعيني. لان الفشل في الحته دي هو مش هيقول لك الاعلان وحش، لا ده لو اتاخد ان هي استهزاء انت خسرت العميل اصلا، ده شايفك بتهينه. فدول الصراحه تو ريسكس من اهم الريسكات اللي اتاخدت اللي خلوا الكامبين تشهر بالشكل ده. طبعا دي حلقه خفيفه، هندخل في الحلقات الجايه ان شاء الله، يعني ساعدوا معانا كده في ريبوست بحيث ان احنا في الحلقات الجايه نخش في الديتيلز بتاعه كامبين ايجي بانك. وتابعني لو انت مهتم بالماركتنج والادفرتايزنج. سلام.